السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا في افضل حال، والايام اللي جاية ان شاء الله تكون خير وسعادة على اصحاب برج القوس في كل العالم كله. اصحاب برج القوس حبايب قلبي، كل عام وانتم بخير ودايما يا رب في اعياد وافراح، وان شاء الله ربنا يحرس كل البلاد العالم بامر الله تعالى. أصحاب برج القوس حبايب قلبي، النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض التوقعات، أتمنى إنها تكون توقعات إيجابية وفي نفس الوقت خفيفة على قلبكم الطيب الجميل. وقبل ما نبدأ أي شيء هنسمي الله، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. أصحاب برج القوس حبايب قلبي، فكركم باللايك، الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بأمر الله تعالى. وقبل ما نبدأ أي شيء هنسمي الله، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. ضع النية كده إن شاء الله، وخلي نيتك دايما لوجه الله تعالى، وتمنى الخير بأمر الله، وابعد عنك أي طاقة سلبية، وخلي دايما طاقتك إيجابية إن شاء الله يا برج القوس. في ناس كتير زعلانة مني عشان مش برد على رسايلها. أنا برد على يعني قدر المستطاع. لمّا يبقى في قراءات كتير ومواعيد طبعًا لازم أوفّيها، فأنا ما باردّش على الواتساب كتير، ولو هو اتصال يعني تليفوني أنا ممكن بارُد، ولكن الواتساب يعني في ناس بتبعت لي مشاكل، في ناس بتبعت لي مثلًا هي عايزة قراءة في كده، فأنا ممكن أرُد وأدّي ميعاد، وممكن إن أنا مثلًا أتشغل شوية ما أردّش، فأنتم بتزعلوا وبتبعتوا لي رسايل يعني إيه، عتاب. فمعلش وما تزعلوش مني حبايبي، أنا والله باراضي الكل، ويا رب يقدّرني إن شاء الله ويساعدكم كلّكم بأمر الله. نشوف كده حظك ونشوف إيه مستنيك يا برج القوس. بسم الله. برج القوس، هنا الحظ في ملعبك يا قوس، هنا الحظ أنا شايفة كده أنوار، وشايفة كده يعني شايفة كمان أحجار، سبحان الله، أحجار كريمة كده ظاهرة كده قدّامي. إن أنت إن شاء الله يعني ربنا بأمر الله يعني شايل لك حاجة حلوة جدًا، جدًا، وقرّبت خلاص إن أنت تتملّكها يعني. الدنيا هتضحك لك أخيرًا، أخيرًا يا برج القوس، من غير معاناة، من غير معاناة إن شاء الله. هتقول كده إزاي يعني الحاجة كده هتيجي كده بسهولة ويُسر إن شاء الله؟ أكيد بأمر الله. ربنا وحده إن شاء الله هو اللي قادر على كل شيء، وربنا بأمر الله تعالى هيجيب لك الخير ده ومن غير معاناة يا برج القوس وهتشوف. ويمكن كمان علشان دعائك طول الشهر الكريم طول شهر رمضان، إن أنت طبعًا كنت بتدعي كتير جدًا، جدًا، فسبحان الله، سبحان الله، ناس كتيرة أوي هتفرح من أصحاب برج القوس، وفي خبر جاي لك يعني حلو جدًا، معاه خير كبير جدًا، جدًا، وهتوفي نذرك وبالأكتر كمان يا برج القوس. يعني أنت لو كنت عامل نذر مثلًا على قد مقدرتك، أنت هتكبّر النذر ده لإن ربنا هيكرمك جدًا، جدًا، جدًا الفترة دي، ومش بعيد، يعني خلال أسابيع. إن شاء الله والله هتتصلوا عليَّ هتقولوا لي فعلًا كلامِك طلع صح يا ميمي بأمر الله. أتمنى لكم والله إن الخير يكون ما بين إيديكم، يا رب. في شخص بيحبك جدًا، جدًا، وهيوثّق حُبّه ده بالارتباط رسمي، رسمي يا برج القوس الفترة دي. مبروك مقدمًا يا برج القوس، سواء رجل أو امرأة برج القوس، ربنا يا رب يجمّع شملكم على خير إن شاء الله. في كمان حد من يعني من الماضي شوية كده أنت كنت على علاقة بيه، مرتبط بيه، أو كان في كمان زواج وانتهى وانفصال وكلام من ده، هو هيتواصل أو بيتواصل معاك وأنت مش قابله، عشان نبقى واضحين بس. هو الشخص ده طبعًا عرف قيمتك أوي، بس يمكن كان متأخّر شوية، عرف قيمتك أوي وعرف إن برج القوس ده يعني من النوادر، يعني أصحاب برج القوس دُولة قلبهم الطيب، الجميل، الرقيق، اللي بيسامح وبيدّي فرصة مرّة و2 و3، ولكن لو خرّجك من حياته خلاص انتهى. أنت بتتواصل معاه
من كل حين كده، يعني كل حين كده هو بيتصل عليك وهو عاوز يرجّع العلاقة تاني، وكمان هيقول لك كده مباشر: شوف شروطك إيه، شوف شروطك إيه وأنا مش لاقي زيّك يا برج القوس. فعلًا، فعلًا هو يمكن عانى كتير جدًا، جدًا إن هو يعني يغطّي كبرياءه ده بحد تاني، ما لقاش زيّك يا برج القوس، ولا هيلاقي. أنت مش قابله ماشي ده موضوع تاني، بس أنت يعني أنا عايزاك كده إيه، تقعد كده وتحط رجل على رجل يا برج القوس، برضه القراءة عكسية سواء رجل أو امرأة، وشوف الناس اللي سابتك أو الناس اللي هي جات عليك في يوم هتبقى عاملة إزاي قدّامك. يعني شوف كده وتبقى فخور بنفسك يا برج القوس، لإنك أنت مش زيّهم، أنت مش زيّهم، اللي بيعمل حاجة وِحشة معاك خلاص مش بتعاتب، مش بتحب تتكلم، خلاص هو له طريق وأنت ليك طريق، ولكن من النوادر اللي أنت تلاقي الشخصية دي، ودي شخصية برج القوس، شخصية عظيمة، شخصية كده تلاقي فيها الوقار، الوقار، أي مكان تدخله يا برج القوس الناس بتعمل لك ألف حساب، سبحان الله، وده مضايق ناس كتير من أعدائك، الناس الحقودة اللي بتتغل كده من جواها لما تشوفك. ربنا يا رب يحرسك يا برج القوس إن شاء الله. امرأة برج القوس احذري من غيرة 2 نساء، احذري من غيرة 2 من النساء يا برج القوس، يعني امرأتان. احذري منهم جدًا، منهم يعني أعوذ بالله، يعني أنت شاغلهم أوي، عاوزين يكسروك، عاوزين يقولوا إيه بقى، هُم بيقولوا إيه، بيقولوا ده أنت مناخيرك في السما، ده أنت مغرور، يعني بيقولوا ليكِ أنتِ، بيتكلموا عليكِ بكلام وِحِش، وبيقولوا ما ليس فيكِ طبعًا بافترا وبالكدب. ربنا يا رب إن شاء الله هيرُد كيدهم في نحرهم بأمر الله. ما تخافيش أبدًا يا امرأة برج القوس. عندنا حرف الياء، وعندنا حرف الواو، من كل امرأة حرف، أنا قُلت حرف الياء وحرف الواو. آآ أنت في عندك اشتراك في حاجة، يعني أنت هتشترك مع حد في شيء، هتشترك مع حد في شيء وكمان أو هتتقاسم مع حد برضه في حاجة وهتدفع مبلغ، بس طبعًا هي حاجة كويسة وحاجة خير يعني. الحسد ليه مش سايبك يا برج القوس، في حد من أبنائك تعبان آآ ومحسود، هو على فكرة اللي هو عنده ده حسد وعيون كتير أوي، أنت زعلان أوي علشان أحد أبنائك، هو يمكن عنده مثلًا مشكلة في العظام، مشكلة في الجهاز الهضمي، أنت خايف جدًا، جدًا عليه، لإن ممكن يكون في لا قدّر الله يعني لا قدّر الله، لا قدّر الله عملية، بس إن شاء الله ربك هيعدّيها ومش هيبقى في أي حاجة وحشة، وربنا هيبعد أي شيء فيه يعني حاجة تضُر أو كده بأمر الله. إن شاء الله يعني هيبقى كويس إن شاء الله، بس أنت راعيه يعني. عندك سفر يا برج القوس من مكان لمكان في نفس البلد بتاعتك، يعني مكان للترفيه، أنت هتسافر للترفيه، في نجاح وفي تفوق بدرجة امتياز إن شاء الله. في حروف آآ الحروف دي بتحبك، الحروف دي بتحبك يا برج القوس، يعني حاول إن أنت تكتسب منها طاقات إيجابية ليك، حرف الحاء، حرف السين، حرف النون، الحروف ديّة حلوة أوي، فيها طاقات إيجابية ليك يا برج القوس.
في روحانيات عند بعض منكم يعني هتوصلك إن شاء الله، وهتوصّلك، يعني الروحانيات هتوصلك وهتوصّلك لطريق كنت أنت بتتمناه إن شاء الله. في مكالمة كمان هتنوّر بصيرتك وتوصّلك آآ لبَر الأمان. في كمان عندك إمضاء عقد مهم إن شاء الله، وفي مبلغ جاي لك من مكان بعيد. بس في هنا في مكانك أو في بيتك أو في منزلك في يعني أو قِط أو قطة، بس هو على الأغلب قِط، احذر منّه أوي. في علامة يمكن تكون واضحة جدًا، جدًا من جهة الجبين أو العين اليسرى للقط ده، خلّي بالكم منّه أوي. ودايمًا يعني اعرف إن أنت مش عايش لوحدك، في حاجات أنت مش بتشوفها يا برج القوس. أتمنى لكم كل الخير وكل السعادة وكل الهنا لأصحاب برج القوس، باحبكم جدًا، جدًا.